خطاب جلالة الملك الموجه للبرلمان في الافتتاح ديال الولاية التشريعية كان يحمل واحد المجموعة من الرسائل، وبطبعه هو خطاب توجيهي وتأطيري للأمة. المسألة الأولى اللي تكلم عليها الخطاب ديال جلالة الملك هو دعوة الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها في تأطير الشباب، والموضوع عنده راهنيته في المجتمع اليوم، لأن المفروض أن هذه القوة الشبابية اللي كاينة عندنا وهذه الدينامية الشبابية ديالنا أننا تلقى المكان ديالها في داخل الأحزاب السياسية وداخل المجتمع المدني وداخل النقابات، وماشي في الشارع مكمل، ماشي يكون هو المركزي باش الأصوات ديالهم توصل لمواقع القرار. المسألة الثانية اللي تكلم عليها الخطاب ديال جلالة الملك وهي مهمة وذات راهنية، هو قال لا تفاضل بين المشاريع. لا تفاضل بين المشاريع، بأن بقدر ما الأهمية اللي عندنا معالجة إشكالات الصحة، معالجة الإشكالات المرتبطة بالتعليم، معالجة الإشكالات ديال التشغيل، لإعالجة الإشكال ديال الأسعار، فأيضا المشاريع المهيكله الكبيره المرتبطه عندنا بالتصنيع، تصنيع السيارات، بالطاقات الجديده المرتبطه بتهيئ لكاس العالم والبنيه التحتيه، فهم مشاريع كلها مكمله لبعضها. ومن هنا جات كلمه جلاله الملك لا تفاضل بين المشاريع. المساله الاخرى اللي تكلم عليها جلاله الملك في الخطاب واللي دعا فيها البرلمانيين انهم الحرص على ان هذه السنه الاخيره العمل الى جانب الحكومه أغلبية ومعارضة على استكمال الزمن التشريعي واستكمال الزمن الرقابي بطبيعة الحال بما يخدم المصالح ديال المواطنين والمواطنات. بالمناسبة فيه ثقافة الاعتراف، لأنه تمن المجهودات ديالنا كنواب برلمانيين في العمل ديالنا من أجل إخراج ومناقشة مجموعة من القوانين، وكذلك في العمل ديالنا في الدبلوماسية الموازية والبرلمانية، وهذا الشيء كيزيدنا شحنة قوية باش نزيدوا نشتغلوا. وسيدنا الله ينصرو دعانا اننا نتواصلوا مع الناس ونكونوا نأطروا المجتمع المغربي، وهذا دور ديالنا جميع كمنتخبين كبرلمانيين وكمجتمع مدني وكأحزاب سياسية كذلك. واليوم سيدنا الله ينصرو كيأكد على ديك المقولة اللي قال في خطاب العرش ديال لا مكان لمغرب يسير بسرعتين. اليوم كيقول انه انا الاوان اننا نخرجوا هذيك المشاريع ديال الجيل الجديد اللي حيز الوجود، خاصة في المناطق اللي كيسميها المغرب الصاعد، اللي فيها مناطق الواحات ومناطق الجبال، وهذا الشيء كامل خاصة في القطاعات الحيوية اللي فيها الصحة والتشغيل. ونحن كلنا أمل، كلنا قوة، كلنا إن شاء الله وحدة باش نشتغلوا ننزلوا هذا الشيء الأرض لحيز الوجود، وإن شاء الله كلنا جنود مجندة وراء جلالة الملك الله ينصرو. جرين ميديا نيوز، جريدة الأخبار الشاملة. لا تنسوا متابعة جريدة الإعلام الأخضر على جميع منصات التواصل الاجتماعي.